يا هلا بالمهتمين بكنوز السينما. بما اني عارف انكم بتحبوا تدوروا على الجواهر، النهارده جهزت ليكم 5 افلام مصرية قديمة بجد، مش اللي بنشوفها كل يوم على التلفزيون زي اي فيلم تاني. دي افلام عظيمة اتظلمت في الشهرة. هات ورقة وقلم وجهز معايا ال5 افلام اللي هم لك دول عشان تحضر قائمة المشاهدة بتاعتك. الفيلم رقم 1، الواقع الصادم. فيلم يوميات نائب في الأرياف سنة 1969. الفيلم ده بيمثله مش نجوم الشباك، ودي قوته. المخرج توفيق صالح والمخرج نادر جلال، المؤلف الأديب العظيم توفيق الحكيم، وبطولة أحمد عبد الحليم ورواية عاشور وتوفيق الدقن. ده فيلم بيجسد الواقع القاسي والفساد في الريف المصري بس بطريقة جريئة جدا، ومن أهم أفلام الواقع في تاريخنا. الفيلم رقم 2، الجرأة. فيلم ليل وقضبان سنة 1973. فيلم درامي تقيل جدا ومختلف عن أفلام السجون التقليدية. المخرج أشرف فهمي والمؤلف قصة أديب نجيب الكيلاني، وكاتب ليه السيناريو مصطفى محرم، وبطولة محمود مرسي وسميرة أحمد ومحمود ياسين. وهو بيتكلم عن قصة حب بتنشأ وسط الظلم والقسوة بين السجان والمظلومين وزوجة مأمور السجن. رقم 3، فيلم الخرساء سنة 1961. فيلم إنساني ودرامي من الطراز الأول، وبيوريك قوة الأداء في الصمت، من المخرج حسين إمام والمؤلف والسيناريو لحسين إمام. بالفيلم ده بطولة سميرة أحمد وعماد حمدي وزكي رستم. بيتكلم عن بنت خرصة في قرية الصيادين بتواجه الظلم الاجتماعي، وبتستخدم عينها بس عشان تحكي عن القهر اللي هي بتعيشه. فيلم رقم 4، الهروب من الهزيمة. فيلم رقم 4، فيلم صرصرة فوق النيل. فيلم صرصرة فوق النيل سنة 1971 يمكن يكون مشهور والناس كتير شافته، لكن الفيلم نفسه محتاج ضوء أكتر. الفيلم ده من إخراج حسين كمال، ومن مؤلف الأديب نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمود الليثي. والفيلم بطولة عماد حمدي وأحمد رمزي ومجد الخطيب. ده تحليل عميق جدا لحالة الهروب والضياع اللي عاشها المجتمع المصري بعد نكسة 67، وبيوريك ازاي الناس اختارت تتعاطى الحشيش في عوامة عشان تهرب من الواقع. فيلم رقم 5، الكفاح. فيلم إضراب الشحاتين سنة 1967. فيلم مختلف بس بيجمع بين الدراما الوطنية والمسرح الغنائي. مخرج حسن الإمام والمؤلف إحسان عبد القدوس. والفيلم بطولة لبنى عبد العزيز وكرم مطاوع ومحمود المليجي وتحية كاريوكا. قصة متسولة بتساعد وطني ضد الاحتلال الإنجليزي في فترة ثورة 19. فيلم مليان فن ورسالة. دي كانت 5 تحف سينمائية تستاهل وقتك عشان تشوف أي واحد فيهم. هل أنت شفت واحد فيهم قبل كده؟ وايه فيلم تاني قديم انت شفته شايف ان هو اتظلم ومخدش شهرة كافية وما بيتعرضش كتير على التلفزيون؟ شوفوا الافلام ديت ونتقابل تاني في فيديو جديد، والسلام عليكم.